السلام عليكم ورحمة الله. أنا عايز أرسل رسالة للشيخ محمد بن زايد وأخوه طحنون، ودار أدعي لهم إنه ربنا يطول عمرهم 40 سنة. 40 سنة ربنا يطول عمركم يا شيخ زايد وأخوك طحنون، ويوسع رزقكم ويديكم مالا وفير، ويديك مال زي يديك مفاتيح قارون. تمسك مفاتيح قارون دي كلها تكون عندك إن شاء الله وبإذن الله. لكن في 40 سنة دي أنت وأخوك طحنون المجنون يا زفت بن زايد ربنا يبتليك بسرطان 40 سنة تعجز الأطباء عنه، وأنت بتقولوا عرب، لكن اللي اتضح انكم انتوا وساخة العرب وزبالة العرب. ربنا يبتليك بسرطان 40 سنة تعجز الأطباء عنه، وترقد كده لا مالك ينفعك، لا تقدر تاكل منه، لا تقدر تلبس منه، لا تقدر تعمل منه اي شيء، انت واخوك وعفنك كله. تكون قاعد كده في دايبر وسخان وعفنان، ويقرفوا منك أهلك ويقرفوا منك حتى الشغيلة بتاع إنك يقرفوا منك. تكون قاعد كده بس عفن في عفن 40 سنة. أنت دار تمسك السودان يا وسخ. أنت لو ما السودان ده بلدك دي ما كانت بلدك. الدويلة يستغيرون دي ما كانت بلد، لأنه السودانيين عملوها بلد. السودانيين عملوها بلد وعملتوها بقروش الناس الغلابة والوساخات بتاعتكم يا عفن يا زبالة يا وسخ يا زبالة العرب. الله لا بارك فيك لا في دنيا لا في آخرة. الله لا بارك فيك لا في دنيا ولا في آخرة. وجيب جيوشك دي وجيب ضخ الجيوش تاني الخرطوم. انت قايل حتكسب؟ ما حتكسب. نحن ناس أسود وناس أسود. انت عارف نحن بنعمل في شنو. والله بلدك دي الجيش السوداني 5 ساعات يدمر لك في الواطة. 5 ساعات. الدويلة بتاعتك الصغيرة دي 5 ساعات ندمر لك في الواطة يا عفن يا زبالة.